لسه راجعه من عند الدكتور حالا، عامله جلسه ديرمابان. يا على الروقان، انا حتى مش عارفه اتكلم عشان عملت شفايفي وشفايفي مشدوده جامد قوي. النهارده هقول لكم كل فوائد الديرمابان لانها مهمه جدا اكتر ما انتم متخيلين. بصوا عمل لي رقبتي ازاي، عمل لي كل حته في وشي. هوريكم انا بستعمل ايه، بحط ايه الصبح. انا دلوقتي الساعه 3 و17 دقيقه، انا مش عارفه اتكلم. 3 و17 دقيقه ليه، لسه العصر. عايزه تحطي فيتامين سي حطي فيتامين سي بس نوع كويس، عايزه تحطي هيرونيك اسيد حطي هيرونيك اسيد، عايزه تحطي كريم مرطب حطي كريم مرطب. انت كده تمام وخلاص. يعني انا متعوده خلاص، الدكتور عارف انا بحط ايه على بشرتي. فانا هقول لك تحطي ايه بالظبط وبدايل كل حاجه علشان ما تحتريش وتقولي الحاجات غاليه قوي قوي قوي. لا انا هقول لك كل حاجه النهارده. فلو اول مره تشوفيني اعملي لايك للفيديو، اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد، وكمان اعملي فولو على السوشيال ميديا بتاعتي موجوده تحت في صندوق الوصف. ويلا بينا نبتدي. اول حاجه لازم ترشي ايدك كحول كويس قوي. انا جيت غسلت ايدي ما غسلتش وشي خالص، سايباه زي ما هو. فانا هرش على ايدي، فرشيت على ايدي. بعد كده بحط فيتامين سي، انا بحط ريتشي. لو انت مش عايزه تحطي فيتامين سي، ما عندكيش النوع ده، يفضل تحطي كريم مرطب بس. لو مش هتقدري تجيبي فيتامين سي كويس خلاص ما تحطيش حاجه، نصيحه، لان الفيتامين سي ده نقي جدا وداخل فيه ماده الريتينول، فمش هيعمل التهابات مش هيعمل حاجه لانه ضعيف جدا جدا جدا. وانا بشوفي متعوده على الريتينول اساسا، فبالنسبه لي كويس قوي. فانا دلوقتي هحط ده وهقول لك فوائد الديرمابان عبقريه قد ايه. دي عبقريه يعني مش عاديه، عبقريه. اول حاجه تحفيز الكولاجين، مهم جدا جدا تحفيزي الكولاجين. هو مش عايز ينزل ليه الحبه دول، هنزلهم على ايدي. على فكره انا وشي لسه فيه بنج، فانا ايه مش حاسه بالحرقان قوي يعني. حطيت على كل وشي زي ما انتم شايفين بالطبطبه. هستنى وشي يشرب شويه وهقول لكم فوائد الديرمابان بالذات للبشره بشكل عام. اول حاجه تحفيز الكولاجين، بتقللي حجم المسام، بتزودي الكولاجين في البشره. كل ما بنكبر الجلد بتاعنا بيرد. اول حاجه لما بتكبري في سن معين كده هتلاقي الكرمشه ظهرت على الرقبه والقوره لانها لامسه العظم قوي. الخدود فيه دهون شايلاه، بس الرقبه بتكرمش اول حاجه. لما بتعملي على طول اول باول ديرمابان بس بطريقه صح، لو بتعرفي تعملي لنفسك ديرمارول او ديرمابان اعملي. انا ما قلتش حاجه، انا ما بعرفش اعمل لنفسي، انا بخاف جدا جدا اعمل لنفسي. عشان كده انا بروح لدكتور، عشان الدكتور بيبقى انا بحط بنج مغمضه عينيا، هو بيشتغل لوحده، انا مش حاسه باي حاجه. تاني حاجه انها بتعالج التصبغات الشديده وعدم توحيد لون البشره. مع الوقت هتلاقي من تاني جلسه، انا من تاني جلسه حسيت بالتغيير. جلدك بيبتدي يجدد نفسه، بيبتدي يرجع واحده واحده. وعلى فكره انا تحت عيني بعملها كل 3 شهور مره. ديرمابان بعمل تحت عيني بس ما اعرفش لازم الدكتور يعملها لان تحت عيني في خطوط ما ينفعش تعملي لنفسك خالص خالص خالص. تحت العين بالذات لازم دكتور، خدي بالك لازم دكتور في الحته دي، ممكن لا قدر الله ممكن تعملي حاجه غلط ويخش في عينك. حاجه طبعا النضاره الفوريه وتقليل بهتان البشره. انا بحب النضاره الفوريه، وطبعا انا دلوقتي الساعه دلوقتي 3 ونص، في 3 ونص انا بحط زي ما انتم شفتوا فيتامين سي لاني ما حطيتش حاجه خالص على بشرتي. الصبح غسلت وشي وحطيت كريم الشمس ونزلت الشغل وبعد كده طلعت على الدكتور. هو ده اللي عملته بالظبط. رحت هناك معايا غسولي في شنطتي، غسلت وشي وابتديت الجلسه. ولما رجعت انا ما حطيتش حاجه على بشرتي خالص، ركبت العربيه فورا. طبعا في الحر ده صعب جدا، لازم على الاقل تحطي كريم شمس. بس انا كنت عايزه احط السيرومز واحط حاجتي على طبيعتي تمام، عايزه احط اللي انا متعوده عليه، احط سيروم على بشرتي عشان يمتص اكتر. على فكره الديرمابان بتساعد على امتصاص اي منتج اكتر. اي عياده بيقول لك 2000 و3000 جنيه لو انت عملتيهم بالسيرم بتاع الدكتور. اوكي انت عايزه الجلسه بس فهتعمليها ب 500 جنيه. اوكي عشان تبقي عارفه السيرم اللي بيحطوه جوه الحقنه الميزو سيرابي مش عارفه ايه والحوارات الجامده دي لا خالص. يعني انا الدكتور كلمني بمنتهى الشفافيه، قال لي بصي انت هتعرفي تجيبي كريم كويس هتجيبي سيرم كويس، انا هشيل ده. مش هتعرفي تستعملي كده انت كده ولا استفدتي بالجلسه ولا اي حاجه. فانا هقول لك بقى الحاجات اللي هو قال لي عليها وانا كمان ماشيه عليها بتجيب لي نتيجه كويسه. بس ساعه الديرمابان بس لما تعمليها لبشرتك او ديرمارول لازم تستعملي المنتجات دي. الكريمات اللي انا بحطها على بشرتي لازم تجيبي كريم الاطفال ده، ان الكولاجين لما بيزيد في البشره بيزود جفاف البشره، وخدي بالك من الحته دي كويس قوي. وانت عملتي ديرمابان ووشك برده دهني جدا جدا جدا، لانها برده الناس اكتريه الناس اللي بشوفهم في الجلسات بشرتهم دهنيه جدا، ممكن تستعملي الكريم ده. وانت مش قادره تجيبي كريمات السيكا لازم كريم سيكا لو هتقدري يا ريت تجيبي الحجم الصغير. وكمان دلوقتي في حمايه من الشمس 50 بلس لسه هجيبه ان شاء الله، هجيبه النهارده بالليل. حلو قوي قوي لو تقدري. لو مش قادره ده سعره 300 جنيه وده سعره 200 وحاجه. كريمات مرطبه زائد الكريم الشمس بتاعك بس يكون كريم كويس. انت تعرفي تعملي لنفسك اعملي. انا دلوقتي هروح اغسل ايدي تاني عشان بس مسكت الكريمات، وهحط الكريم بتاع لا روش بوزيه على بشرتي. ده كريم سيكا. انا رحت عملت ايه، رحت قصيته لانه خلاص قرب يخلص ففي اخر حته، فانا ما عنديش يعني خلق اعمل كده. طبقه كريم سيكا على البشره. كل ده هيهدى
وعلى فكره انا لو ما لقيتش كريم السيكا ده بستعمل كريم الاطفال اللي قلت لكم عليه عادي، مش معضله، بس انا كنت عايزه كريم سيكا حمايه من الشمس لان انا بنزل الصبح وفي نفس الوقت هو سيكا هيساعد في ترطيب البشره وهيظبط البشره تحت عيني برضه. اللي بقى بالليل هعمل ايه؟ بالليل بالظبط هغسل وشي واحط كريم سيكا تاني وخلاص، مفيش تاني سيرم فيتامين سي خالص خالص خالص، يعني اول مره تمام. بعد كده ترطيب ترطيب ترطيب، انت مش محتاجه اكتر من كده. وتالت يوم انا ببتدي استعمل الروتين بتاعي عادي. احنا مش بنفرد مساج، احنا بس بنفرد على الوش كده بالطبطبه. صدقيني لو مشيتي على الديرمابان وابتدي اعمليها، ولا هتعملي اي اجراء تجميلي، ولا فيلر ولا بوتوكس ولا تحطي بيبي فيلر ولا تحطي بيبي هيرونيك اسيد ولا تحطي بيبي مش عارفه ايه حقن بتاع ولا حقن النضاره ولا الحاجات دي كلها. ايه بتعملي كل حاجه في الديرمابان. الديرمابان او الديرمارول، التعوير اللي بتحصل في البشره دي انت بتدي قشره للمخ نزود في المنطقه دي في الحته دي عشان يداويها بسرعه كولاجين زياده ويجدد الخلايا فيها اسرع بكتير، بحيث انت هتلاقي بشرتك منوره وشكلها حلو وكلها كده نضاره وحيويه. بالظبط 3 ايام، استحملي 3 ايام. انا بكره اجازه، هو مش بكره اجازه، بالليل نازله بس الصبح في الشمس قوي قوي لا بتكلم معاكم. هنزل لكم الفيديو هنا، هدور عليها شوفوا بجد بجد حاجه ريحه جدا على المدى الطويل. انت بشرتك هتكون منوره ومشدوده وشكلها حلو، انت مش محتاجه اكتر من كده. انتوا عارفين صحابي بيقولوا لي انت حاطه حقن في بشرتك، قلت لهم طب لو حاطه حقن بالعالي كده اعمل سنين وانا اسناني معوجه، اروح اعمل لها تقويم؟ ما اعملش تقويم لاسناني ليه؟ طيب يعني مش هروح احسن؟ ده اسهل حاجه. لا خالص يعني متخلفين. انا عندي صحابي عقلهم على قدهم، اعملوا ديرمابان والله اللي يشوفكم يقول انتوا حقنين. متكسليش، انت مش محتاجه الميزوثيرابي اللي محطوط اللي جوه الحقنه عشان ده لازم ما ينفعش غير معاه وده اللي ينفع لبشرتك. والله العظيم حوارات حوارات. انت اعمليه وجيبي كريم مرطب، ومش لازم تحطي السيرم اللي انا حطيته، حطي كريم مرطب بتاع الاطفال بس. انت جسمك بيدي اشارات لبشرتك، زودوا كل حاجه دلوقتي. الكريم بالذات بتاع الاطفال ده مش اي كريم اطفال مصري، مفيش منتج مصري ثابت على حاله خالص الا ما رحم ربي. يعني في منتجات ما اقولكوش يعني بتتعمل هنا الشهر الجاي بتتغير الكواليتي بتاعتها وبتتغير كل حاجه، وانا ما كنتش بستعمل ده. في ايه اللي حصل؟ فاكيد من 9 شهور، اكيد من شهرين 3، فبشتريه تاني لانه كان حلو، فبروح اشتريه تاني وانا متحمسه. الحماس كله بيروح، كله بيروح. ايه رايكم؟ وبكده لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد. وقولوا لي بتخافوا زي من الحقن ولا لا، او بتحبوا تعملوا ديرما بان ولا ديرما رول؟ قولوا لي تحت في الكومنت. باي.